السلام عليكم. في فيديو شرح جديد. في هذا الفيديو راح يكون شرح على افضل طريقة في الجزائر باش تكسب كارت فيزا من خلال البطاقة الذهبية ولا بطاقة CEB. حاجة سهلة خلاص، تقدر تستعملها في الشراء عبر الانترنت في علي اكسبريس ولا تيمو، تقدر تفعل بها الباي بال، تقدر تبوستي بها في الفيسبوك والانستغرام اذا عندك باجة للبيع، وحتى تقدر تشتري بها سلعة بالجملة اذا كان عندك حانوت ولا كنت مورد. تقدر تشحن بها العاب كيما بابجي وفري فاير، كرة جوجل بلاي في الاب ستور، يعني كلش وبزاف امور تقدر ديرهم بهذه البطاقة. وزيد على عكس باقي الكارت فيزا الافتراضية اللي حاليا في الجزائر، تقدر تخدم لا كارت فيزا وتشحنها غير بالبطاقة الذهبية ولا بطاقة CEB، بلا ما يكون عندك كونت في باينانس، وبلا ما يكون عندك يعني تشري الاورو وتشري الدولار من مارشي نوار وتزيد تكسر الراس، ولا تشري تشحن من لي باج الغير معروفين، ولا تروح للصفحات الاحتياليه ومن بعد يقول لك حول لي بريدي موب ومن بعد طار الحمل. وراهي صرات لي من شهرين وحداري تشرو من الصفحات المشبوهه. احسن حاجه يد في اليد ولا بالطريقه اللي راح نوريها لكم في هذا الفيديو. يعني في هذا الفيديو راح نعطيك حل سهل يهنيك ان شاء الله من كامل المشاكل اللي ممكن تصرى معك. واللي عنده خبرة راح يستفاد، واللي ما عندوش خبرة راح يستفاد. اجل كل شيء راح يكون لي سهل عليك بالبطاقة الذهبية وبطاقة CEB برك. اول حاجة راح تدخل لهذه المنصة تاع ria.beo. هذه المنصة ria.beo هذه منصة معروفة، عندها تقريبا في 3 سنين ونص. انا نتعامل بها قبل عامين ودرت بزاف لي فيديو عليها، ودرت فيديو عليها تقريبا قبل شهرين. بزاف ناس عجبتهم، بزاف ناس خدموا لي كارت فيزا، وبزاف ناس شكروا هذه المنصة. نخلي لكم الرابط تاعها في الوصف. غير كيما تدخل هذه المنصة راح تدخل هنا تضغط على تسجيل دخول. اذا بغيت يعني حبيت تفاصيل اكثر على طريقة طلب البطاقة اضغط هنا ويديك لهذه الصفحة يوري لك تفاصيل حول طريقة انشاء البطاقة. حاجة سهلة خلاص. المهم اول ما تدخل الموقع سهلة، اول حاجة دير تسجيل دخول. سجل دخول، دير وافق على شروط الخدمة، خير تسجيل دخول من ديسكورد ولا بجوجل. انا ننصحكم بجوجل باش تسهل على روحك وتهنيك من تكسر الراس. اضغط تسجيل دخول من خلال جوجل. غير كيما تسجل في الكونت هنا يوري لك شحال الرصيد تاعك بالعملة تاعية، وهنا الرصيد تاعك بالUSDT. يعني هذه منصة تاع عمولات وتجارة وهذو الامور. هنا يهمنا فقط طريقة انشاء كارت فيزا اللي راح تستعملها من بعد. اول ما تدخل الصفحة الرئيسية على اليمنى تنزل تحت شوية تلقى كلمة فيزا، تضغط عليها يديك لهذه الصفحة. مثلا هنا اختار مبلغ الشحن بالدولار، مثلا احنا نحطو $5. هنا تختار البطاقة الذهبية ولا بطاقة ولا هنا دوتا بنك. هنا خاطينا دوتا بنك. هنا تضغط على حساب السعر، يبان لك هنا سعر البطاقة 2000 دينار. هذه 2000 دينار تدفعها فقط مرة واحدة في إنشاء البطاقة. والإيجابية تاعها أنك تدفعها بالبطاقة الذهبية ولا بطاقة CEB وما تكلفك حتى حاجة. وإنشاء البطاقة ما يحتاج لا تفعيل بالهوية، لا بطاقة تعريف، لا باسبور، لا حتى حاجة. يعني إنشاء مباشرة بلا تكسر الراس، يعني تسهل عليك بزاف امور. اول حاجه بعد تخلص بالدينار، وتاني حاجه التفعيل المباشر، يعني خلص من جهه تدي الكارت تاعك من جهه. مرة تضغط على شراء الآن يديك لهذه الصفحة. هنا تخيل الدفع عن طريق بطاقة ذهبية بطاقة CEB. هنا حط البريد الإلكتروني تاعك، لازم يكون نفس البريد الإلكتروني تاع جوجل اللي سجلت فيه في هذا الموقع. هنا تحط الاسم الكامل هو نفسه الاسم تاع البطاقة تاعك، ولازم ما تنساش ورقم الهاتف. وهذا الرقم مهم بزاف لانه نفس الرقم اللي راح توصلك عليها الرسائل تاع التحقق. مثلا حبيت تشتري حاجه من علي اكسبريس يعطيك كود تحقق، يلحقك الكود في الرقم الهاتف تاعك. يعني رقم الهاتف ما لازمش تنساه وما لازمش تغلط فيه. وانا تضغط على اوافق على شروط الخدمه او البطاقه الذهبيه، يديك لهذه الصفحه بدفع بالبطاقه الذهبيه. وهذا نفسها الصفحه الرسميه تاع الجيري بوست، يعني حاجه مضمونه. ونفسها بوابه الدفع اللي تتعامل مع المنصه، عندها شراكه مع الجيري بوست. بعد ما تصبر من تقريبا من 10 دقائق الى ساعة ساعتين تقريبا باش يوافقوا على انشاء البطاقة تاعك، تروح لهنا لعرض الكروت الخاصة بك، تضغط هنا
ويديك لهذه الصفحة وتبان لك الكروت اللي خدمتها. ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو. هذه طريقة سهلة تحميك من النصب والاحتيال، تحميك من تكسر الراس، تحميك من المشاكل اللي ممكن تصرى معك في المستقبل. منصة معروفة، منصة موافقة من وزارة الشركات الناشئة، يعني اخدم الكارت فيزا تاعك وانتهاني. ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.